انا حولت دي لدي. تعالى بقى اقول لك عملتها ازاي. طبعا زي ما بقول في كل فيديو، انا دلوقتي هشرح على فوتوشوب، فلو انت بتستخدم اي برنامج تاني كمل عادي زي ما انت، لان انا بشرح الفكره بشكل عام مش على فوتوشوب بس، وانت هتطبقها بقى في البرنامج بتاعك بالطريقه اللي انت عارفها. طبعا هتلاقي كل الصور اللي انا استخدمتها تحت في الديسكربشن، عايزك تحملها وتطبق عليها وتبعتها لي. يلا مش عايز اطول عليكم، ما تنساش اللايك وسبسكرايب وتعمل لي كومنت حلو كده، ويلا نبدا. طبعا انت لو حللت الصوره دي كده في الاول، هي طبعا عباره عن تكست اهو محطوط، وبعدها الشخصيه دي ووراها جزئين، الجزء الاحمر والجزء الازرق، فده الجزء الاحمر وبعدها في الاخر الجزء الازرق. فانا طبعا اول حاجه بعملها بروح على جوجل، وبيبقى في دماغي مثلا فكره معينه، يعني انا مثلا جت في دماغي حاجه بسيطه كده وهبني عليها مثلا، فرحت على جوجل وكتبت اسم الشخصيه، وقعدت اشوف بقى صور مثلا مناسبه كده تبقى بكواليتي عاليه مثلا، يعني مثلا ممكن عجبتني حاجه زي دي، فانا مثلا شفت الصوره دي عجبتني، فبعد ما فتحتها كده بصيت تحت لقيت اصل الصوره، او الصوره الاصليه مش ديزاين يعني، رحت واخدها محملها عادي، وقعدت ادور شويه حلوين كده لحد ما كنت جبت الصوره دي. رحت جايب الصوره هي اللي انا جبتها الاولانيه عادي، وحطيتها هنا كده ويكون حجمها كبير يعني عشان هي الشخصيه الاساسيه. وبعدها تروح تشيل الخلفيه عادي بالاوبجكت سيلكشن تول، وبعدها تختار السيلكت سبجكت، تاكد ان هي كلاود عشان هيطلع نتيجه احسن، وبعدها تروح دايس على ماسك كده ويشيل لك الخلفيه وبتكون مظبوطه عادي. بعد ما شلت الخلفيه بتروح رايح على الشخصيه، وبعدها تفتح الكاميرا رو فلتر. بعد ما تفتح الكاميرا رو فلتر كده، هي طبعا ما بتبقاش ثابته، يعني انا هنا مثلا كنت عايز يبقى شارب كده عشان هو مصارع مثلا، يعني انت ممكن حاجه تانية بيكون عايزه يبقى سموث كده. فالمهم يعني بشكل عام انت بتبقى بتشوف مثلا ممكن تزود اكسبوجر، تزود كونتراست، تقلل هايلايتس، او تزودها على حسب تشوف اللي انت بقى المناسب معاك. يعني انا مثلا شايف بزود هنا وبقلل، يعني مش حاجه ثابته خالص، ما بيبقاش في كل، يعني هو ممكن في اللايت والكالر دي مثلا ممكن لو ازود فايبرنس شويه، وفي هنا في الافكتس دي ممكن اهم حاجه هنا عشان انا زودت تكستشر جامد كده وشويه كلاريتي عشان هو مصارع يعني وكده، فبيبقى الشارب احسن يعني. وبنزل عند الديتيل هنا، وممكن ازود شويه شاربنينج برضو، اقلل النويز سنه، فاهم؟ بتبقى حاجه زي كده. انت طبعا ممكن الاحسن تبقى عاملها نصين كده بس، يعني ده الشكل العام اللي انا عملت، يعني ما عملتش اي حاجه تاني. فانا طبعا هعمل الجزء ده اللي هو زمان، وبعدها الجزء ده اللي هو الشهرة بقى اللي هو دلوقتي فيه. فالمهم عشان اجيب الخلفيه الاولى رحت كاتب وارز ان راشا، اللي هو طبعا من روسيا وكده، جبت اي حروب يعني في اي مكان. فانا قعدت ادور مثلا ممكن حاجات زي دي كده تبقى عايز الجزء ده مثلا، تشوف مثلا حاجات هنا لا يبين ان هو في حرب او كده. فالمهم رحت جايب صوره زي دي كده واروح حاططها وراه كده هنا بالظبط، ما فيهاش اي حاجه يعني، ورحت برضو مظبط لها شويه كاميرا رو فلتر زي اللي انا عملتها، وهنا قللت الساتوريشن او الفايبرنس، خليته شبه ابيض واسود كده عشان يعني كانه حاجه وحشه او كانه القديم وكده. وبعد كده ظبطت شويه برايتنس، وبعدها رحت حاطط عليه اللون الاحمر كده ويبقى بالشكل ده. ده بيتعمل ازاي؟ تعمله ازاي ده؟ بتروح جاي على الصوره عادي وتختار الدايره دي، وبعدها تروح دايس سوليد كولر، وتختار مثلا اللون الاحمر كده، ممكن تخليه احمر غامق سنه او احمر فاتح سنه كده. طبعا بتكون عاملها كليبنج ماسك عليه، يعني ما تبقاش كده، عاملها كليبنج ماسك على الصوره بس اللي انت عايزها، وبعدها رحت اعمل مالتبلاي هنا قبله وبعد، بس كده. والجزء التاني نفس الكلام، رحت على جوجل وكتبت هنا، هو طبعا اللعبه اللي بيلعبها دي اسمها يو اف سي، فرحت كاتب يو اس في اوكتاجون، او الحلبة اللي هم بيلعبوا عليها هي اسمها كده، وتشوف انت بقى مثلا حاجة اللي هي فيها جماهير او كده. فانا قعدت ادور شوية حلوين كده، رحت جايب الصورة دي كده، حتى الكواليتي بتاعها ما كانش احسن حاجة. بعد ما حطيتها هنا رحت برضه اعمل لها شوية كاميرا رو فلتر، حاجة بسيطة كده يعني. بعد كده اعمل نفس الخطوة، ادوس على الدايرة وبعدها سوليد كولر، اختار بقى المرة دي اللون الازرق، اختار مثلا اللون الازرق كده يبقى غامق السنة، بعدها اروح جاي على البليندنج مود، وبعدها ملتبلاي، فيطلع حاجة زي كده. ورحت جايب صورته التانية اللي انا كنت جبتها برضو اللي قلتلكوا عليها، وقلت احطها مثلا هنا كده. فبعد ما حطيتها هنا طبعا الحتت اللي تحت دي واللي جنب هنا محتاجة تكتمل، انا طبعا مش هشيل غير الحتة دي هنسيبها. فبعد ما تظبطها كده على الاخر ويبقى ده النهائي مثلا، تروح جاي دايس على اللاير بتاعت الشخص هنا بس، وتعمل سيلكشن كده محترم. عملنا كده، بعدها بروح اعمل جنريتيف فيل، وبعدها جنريت. انا عملت كده ورحت طلع لي دي بالظبط كده. رحت واخدها عادي وعامل برضو، شلت الخلفيه، عملت السلكت سبجكت والكلام ده، فطلعت معايا حاجه زي دي. رحت ظابط مكانها كده، خليتها تبقى حاجه زي كده. طبعا هي كانت مكمله كده، رحت انا شايل بالبرش كده عادي، اللي هو يبقى ايده كانها هي اخر السور ده. دي حاجه طبعا بسيطه يعني عادي ما فيهاش حاجه. هنا في جزئيه مثلا ما قلتهاش، انت بعد ما بتعمل الصوره بالجنريتيف فيل بتاعها، هي هتبقى حاجه زي كده،
انا باخدهم الاتنين وبحطهم في سمارت اوبجكت عشان بعملهم كانهم صوره واحده زي كده يعني، هما كده كانهم صوره واحده، وعملت الماسك وكده يعني لو حد هيسال يعني كده. بس كده واروح جاي على اللاير دي برضو، واروح واخد نفس الكلام اللي هو كان هنا ورا ده، اروح واخده كوبي، ادوس الت واشدها كده احطها فوقها، وهي ملتبلاي برضو نفس الكلام، فكأنه دخلها معاه كده، كأنه دخل معاه ورا في الليلة الزرقاء دي يعني. وبعد كده رحت جاي على اللاير دي برضه عشان اعمل الانر جلو ده، كأن في جلو كده جاي عليه من هنا، دي شرحتها كتير، جي عليها وبعدها على الافكتس، بعدها انر جلو، وبعدها بتروح دايس هنا وتختار اللون الازرق مثلا كده او ازرق فاتح شوية، وبعدها تقلل السايز، تشوف ركز هنا كده السايز هيكون قد ايه، وتزود الاوباستي كده. طبعا سيبك من اللي في الجناب ده هنشيله دلوقتي، احنا ممكن برضو نفتح سنة بسيطة، قلل السايز سنة كده، تبقى حاجة زي دي كده. اروح جاي هنا وادوس كليك يمين وبعدها كرييت لاير، فطلعت لي كلاير كده، اجيبها فوق الكلر فيل بس اللي احنا حاطينه عشان ما يتأثرش بيها، وبعدها اروح دايس ماسك هنا، وبعدها كنترول واي عشان يشيل لي كله، وبعدها ارسم بقى اللي انا عايزه. فبالبرش كده اخلي الهاردنس 0، البرش امشي كده عادي على الماسك، فكأنك بترسم الجلو بس، تبقى حاجة زي دي. طبعا تزود كده انت براحتك، تقلل عايز تزوده اكتر تعمل له كوبي كده، بس طبعا ده اوفر كده، هي حاجة زي كده حلوة. فالمهم احنا اصلا لسه ما خلصناش الشخصية الاصلية، في برضو سنة انر جلو هنعملها وكده، بس انا قلت احط الخلفية الاول لان احنا هنبني الالوان اللي هتتحط عليه من خلال الخلفية يعني. فاحنا يعتبر خلصنا كله كده، مش ناقص في الشخصية دي غير ان احنا نظبط شوية. فاروح جاي وراه كده، ورا اللاير بتاعته، واروح عامل نيو لاير كده عادي، واروح بالبرش كده جايب اللون الابيض او الازرق كده لبني شوية، واروح مكبر البرش شوية واتأكد ان هي الهاردنس 0، وبعدين اروح دايس كليكاية كده واحول البلندنج مود بتاعها للينير دوج، تبقى حاجة زي كده. ممكن اخلي اللون ابيض احسن عشان ما يمكسش بين الاتنين، فمثلا تبقى حاجة زي كده عشان زي يبرز الشخصية او يعمل فوكس على الشخصية الاصلية. بعد كده اروح جاي عامل نفس الحوار عشان اعمل الانر جلو ده، اروح جاي على الشخصية وبعدها انر جلو، وبعدها اروح مزود السايز بتاعها شوية كده ونقلل نفس اللي احنا عملناه هنا، وبعدها كرييت لاير برضو، وبعدها الماسك كنترول اي، وارسم كده بالراحة في الجناب هنا دي بس كأنها جاية من الضوء ده، كأنها جاية هنا. ممكن بقى مثلا ازود شوية اقل شوية على حسب انت تشوف المناسب. طبعا ما تحاولش تأفور بزيادة عشان متبقاش وحش. انت ممكن لو بصيت هنا تحس ان الجزء ده برضو لونه محمر شوية، فحبيت ان انا اروح جاي برضو على الشخصية واختار كلر بالانس، وبعدها اشد شوية للسيان كده وبعدها للبلو، فزي يزرقوا كده شوية، بس انا مش عايزها هنا برضو مزرقة سنة كده، فاروح جاي على الماسك هنا وبرضو كنترول اي، وارسم اللي انا عايزه يبقى مزرق شوية مثلا كده. طبعا انت لو ركزت هتلاحظ، بس يعني هي مش واضحة قوي. رسمت كده الجزء اللي هو ايه كأنه داخل في الزرقان شوية، لو اخدت بالك ده قبل وبعد، حاجة بسيطة كده يعني، بس كأن في زرقان جاي من الزاوية دي يعني. الجنب ده بقى العكس، اعمل كلر بالانس بقى، اوديه ناحية الاحمر كده شوية، وبعدها كنترول واي وارسم كده الجزء ده محمر كده سنة. في حاجة بقى زيادة ممكن بزودها، بروح جاي على الشخصية كده واعمل انر جلو، واعمله بقى يبقى السايز بتاعه صغير خالص، يعني مثلا 9 او 8 حاجة كده. اعمله مثلا هنا مثلا انا عايزه باللون الاحمر، يبقى احمر فاتح كده خالص ناحية الابيض، وازود الاوباستي على الاخر. ممكن اشوف كده لو عليت شوية او كده تبقى حاجة زي كده، وبعدها برضه اعمل كرييت لاير ونفس الكلام كنترول اي. فلو اخدت بالك كده كأنه منور كده من الجزء ده، يعني كأن النور اللي وراه عامل زي هنا، دي برضه بتبقى حتة شيك كده. ممكن تعمل نفس الكلام برضه في الزاوية دي بالازرق. نيجي بقى نحط الخط ده بعمله ازاي، اشرحه لكم شرح سريع كده ان شاء الله تفهموه. اكتب دلوقتي مؤمن باي خط انت حابه، بس يعني انا الخط اللي مستخدمه هنا اسمه بهيج سانس، بهيج ذا سانس اربك بولد، ده بلاك قصدي. فانت بتروح جايب الخط اهو عادي، مثلا هنا اللون الاحمر اروح مخلي لونه مثلا احمر كده يبقى غامق سنه، وبعدها اروح جاي على الافكتس تحت اهو
وبعدها ستروك. اختار ستروك لونه ابيض، ما يبقاش برضه ابيض قوي، يبقى نزل سنة كده بسيطة، مثلا يبقى 10 5 كده على حسب الابعاد اللي انت عاملها. بعدين اروح جاي هنا على الدروب شادو. الدروب شادو دي بقى اهم حاجة، بروح مزود السبريد دي على الاخر عشان تتقله اقصى حاجة، واخلي اللون بتاعه اجي على اللون الابيض كده اللي انا اخترته وانزله كده شوية، اغمقه شوية عشان هو كأنها فيها ظل يعني. ازود الديستانس كده شوية، وان الاوباستي اعلى حاجة، يعني السبريد والاوباستي اعلى حاجة، والديستانس بتزود بقى شوية على حسب اللي انت عايزه. فهو طبعا هنا نازل تحت بس عشان الزاوية او الانجل اللي احنا عاملينها دي عاملينها 90، ممكن تحودها يمين شوية كده فجيب زاوية كده شوية. فانت تشوف هي مثلا كده متخليهاش الزاوية جامدة، ممكن تزود سنة سايز عشان كأنه 3D كده، تقعد تظبط بقى كده لحد ما تبقى بالشكل اللي انت عايزه. لو عايز تفتحها سنة عشان تبقى واقعية اكتر كده. فانت لو اخدت بالك هو نفس اللي تحت. اروح جاي فوق التكست كده وادوس نيو لاير، وبعدها اجيب البرش وادوس الت، اخد اللون ده وبعدها اتأكد ان الهاردنس 0، وبعدها ادوس كليكاية كده واحول البلندنج مود للينير دوج اد. شايف؟ فعملت كده كأنه في ضوء في النص كده، ده قبل وده بعد. حابب تزودها ممكن تاخدها كوبي تعمل الت وتشدها كمان، بقت كأنها مؤمن اهي بشكل حلو. وبعدها اخر تركاية بقى، بتروح جاي دايس كنترول الت شيفت واي، فعمل لك اللير كلها كده كلير جديدة. تروح محولها لسمارت اوبجكت، وبعدها تروح على الفلتر كاميرا رو فلتر، تشوف انت بقى تظبطهم كلهم كده على مية واحدة، تزود شوية تكستشر اكتر ما احنا مزودين. شوف انت بقى الفايبرنس تزود كده. في حاجة هنا اسمها فيجنيت، خدت بالك انت من حتة الفرنساوي دي؟ المهم يعني بتزودها شوية كده، هي بتقللها شوية، قصدي هي شايف بتدي ليها عمق كده، فبنقللها شوية ناحية الاسود كده، حاجة بسيطة يعني مش كتير، عشان تخلي الفوكس هنا على اللي في النص. انت بقى تشوف لو اتظبط اي حاجة. وبس كده كده تكون عملت صورة مصغرة جامدة جدا جدا. ناس كتير كانوا قالوا لي عايزين توتوريال عليها، فقلت اعمل لكم توتوريال كده، واتمنى تكونوا استفدتوا بيه. ولو وصلت لحد هنا حابب اشكرك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب وتظبطني كده. ويلا مش عايز اطول عليكم، مع السلامة.